خلاص خلصت. يعني انت مستني ايه بقى؟ يعني احنا كنا مستنيين ايه؟ ما انت شايف اللي قدامك وشايف اللي بيحصل، وشايف ان الفريق التاني مسيطر عليك، وشايف ان انت ما بتعديش نص ملعبك، وشايف ان خط هجومك ما بيعملش فرص، وشايف ان نجم فريقك ما بيعملش حاجه اللي هو محمد صلاح، ومفيش ربط ما بين خط مثلا امام عاشور ما بيعملش اي تحولات هجوميه مع صلاح ولا مع مرموش. فانت مستني ايه؟ مستني انك تكسب؟ مستني انك تجيب هدف؟ ما هو طبيعي لا. طيب الكرة بقى ده الجول اللي جه ده فيك ده، انت مش شايف ان الشناوي غلطان فيه؟ انت مش شايف ان الشناوي ما نطش على الكوره، ما فردش جسمه الطويل ده برضه؟ وهنقول لا ده هو مش شايف؟ حارس مش عارف يفرد دراعه وينط على الكوره؟ طب اعمل محاوله يا اخي. ايه اللي هو ايه الوضع اللي هو عامله في الجول ده؟ بس انا مش هتكلم بس على الشناوي، انت بتتكلم النهارده على اداء الكل. الكل اداؤه زي الزفت. انت بتلعب دفاع كريه، دفاع سيء. انت قاعد قرفان من اللعب. انت عمال بيتشاط عليك وبس، انت عمال بيتحط عليك بس. خط دفاعك هو اللي شايل الليله، خط دفاعك هو اللي بيعمل كل حاجه، لكن انت ما بتعملش اي حاجه. طب ما خلاص انت خسرت الماتش، ما تقعدش بقى تفكر في حاجه. خسرت الماتش، انت ما بتروحش. انت قعدت حاجه 80 دقيقه، حاجه و70 دقيقه ما روحتش. فانت مستني ايه؟ مستني انك تكسب؟ يا عم خلاص راحت.